السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وينعاد علينا وعليكم بالخير ان شاء الله. شايفين بقى منظر الكوارع التحفة دي؟ عملت كوارع وعملنا فتة كوارع وعملنا كرشة. شكل الاكل اصلا يفتح النفس. تعالوا بقى نشوف كده عملنا مع بعض ايه، وعملنا الكوارع ازاي والكرشة ازاي والفتة. طبعا طريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله بإذن الله تجربوها وتعجبكم. اول حاجة بقى انا بعمل ايه، بجهز مية كده تكون مغلية. انا هتشوفوا معايا انا هعمل ايه. انا عملت قبل كده الكوارع ودي تاني مره بعملها، بس هتشوفوا ان شاء الله باذن الله وتعجبكم، حلوه جدا. ده كارع صغير كده، طبعا جايبينه من عند الجزار، متنضف ومتقطع. بجهز ميه مغليه كده على البوتاجاز. الكوارع بتاخد اول غلوه، وبعدين هتشوفوا هعمل فيها ايه. انا حطيتها اهو، هقلبها كده تقليبه، ما بحطش معاها اي حاجه خالص في الوقت ده. هي الكوارع كده في الميه المغليه بس. بتبدا بقى الكوارع بتاعتي تغلي وتنزل اي زفاره فيها واي حاجه انا مش عايزاها فيها، مش حابه اشم ريحتها. آه، بتاخد غلوه هي كده، خدت غلوه واحده بالظبط. يعني غلي كده بتاع 10 دقايق وخلاص. بعد كده بقى بكون مجهزه حله تانية برضو، فيها خضار. الخضار عباره عن فلفل وجزر وطماطم وبصل وفصين 3 توم كده او اكتر. التوم بيخلي الشوربه طعمها حلو جدا. نزلت الكوارع الريم اللي بينزل منها ده، او الحاجه اللي بتبقى على الوش اللي احنا مش بنحب نشوفها خالص في الكوارع دي او في اللحمه او في الفراخ. وببدا بقى اشيل الكوارع بتاعتي كده، احطها في الميه اللي انا مجهزاها، اللي حاطه فيها البوكيه جارنيه او الخضار بتاعي المشكل. اللي برضو لو في اي زفره او في اي حاجه في الكوارع هيشدها، وكمان بيدي نكهه حلوه جدا للكوارع. انا اهو خلاص شلت الكوارع من هنا حطيتها هنا. طبعا الكوارع بتاعتي بتاخد طبعا وقت في السوا. لو عندك حله ضغط هيبقى احسن طبعا بكتير. الكوارع بتاعتي خدت بتاعتي ساعتين لان هي مش كبيره. بس حطيت بقى الكوارع في الميه. طبعا في الوقت ده مش بحط اي حاجه من التوابل في الشوربه دلوقتي. بخلي الكوارع تنزل كل البهاريز بقى اللي فيها وكده، والشوربه بتاعتنا تبقى تقيله بقى وحلوه كده. وبعدين ببدا احط التوابل بتاعتي. حطيت بس الحبهان، وحطيت ورق اللورة سلام. بعد كده برجع احط برضو حاجات مطحونه وكده عشان تدي طعم حلو للشوربه. طبعا الشوربه الاولانيه دي او الميه الاولانيه دي بتترمي، مش بنعمل بيها اي حاجه. حطيت كمان عودين قرفه. وهبدأ بقى اجهز. هنشوف برضو هنعمل في الكرشة ايه. انا بحب برضو نفس الطريقة، اسلق احط الكرشة في مية من غير اي حاجة، تكون مية مغلية برضو بتنزل اي زفارة. انا بعمل الكرشة ما بتشميش اي ريحة في البيت وحشة، والله العظيم، ولا كأنك عاملة كرشة ولا في ريحة اي حاجة. الكرشة جاية نظيفة. وطبعا بتعيدي عليها تاني وتغسليها خل وليمون وملح. لو عايزه تغسلي بقى بدقيق والكلام ده كله، بس انا بصراحه يعني ما بحبش بقى اقعد اعمل بدقيق والكلام ده. بعمله بخل وليمون بنقعها شويه وملح، فبتبقى زي الفل. حطيت الكرشه في الميه من غير اي حاجه خالص، وبغطي عليها كده برضو تاخد غلوتين 3. رجعنا اهو بصينا على الكوارع بتاعتي اهي. الكوارع بصوا هي لسه طبعا لسه بدري. بس نديها طبعا تقلبتين كده، كل شويه نبص عليها عشان لو احتاجت شوربه ولا حاجه نزود. في الوقت ده بقى هتكون الكرشه بتاعتي اخدت الغلوتين. هكون مجهزه الميه الناحيه التانية. هبدا بقى برضو انزل بالبوكيه جارنيه او بالخضروات المشكله بتاعتي. فلفل حامي، جزر، بصل، طماطم، توم. حطي بقى توم زودي، يعني حطي 4 5 فصوص كده واقسميهم نصين عشان النكهه بتاعته تظهر. بس كده الكرشه بتاعتي بصوا اخدت الغلوه اهي. هبدا بقى نشيلها من هنا لهنا. الخطوه دي والله العظيم بتخلي الحاجه ما فيهاش زفاره، بتخلي طعم الحاجه تحفه وبتستوي كويس جدا وتبقى طعمها حلو جدا. ان شاء الله تجربوا الطريقه دي في الكرشه وفي الكوارع، هتعجبكم قوي قوي قوي. بس طبعا احنا هنجهز بقى ايه باقي الحاجات بتاعتنا. خلاص كده نشلت كده كل الكرشه، وهنشوف بقى هنجهز ايه تاني مع بعض. كده تمام. هنسيبها بقى تستوي براحتها خالص. برضو الكرشه بتاخد وقت شويه، يعني ممكن برضو تاخد لها بتاع ساعتين ولا ساعه ونص. حطيت برضو حبهان، واحط ورق لورا، واحط عود قرفه. كل الحاجات دي بتدي نكهه حلوه جدا للكرشه وبتشيل منها الزفاره، عشان ما تشميش ريحه انت مش حابه تشميها. في ناس بيقرفوا من مجرد ما الحاجه دي تتعمل في البيت، يقولك لا ريحه البيت مش حلوه، ريحه مش عارفه ايه، والله ولا بيبقى فيه اي ريحه
ولا في اي حاجه خالص. هبدا بقى اجهز دلوقتي الفته بتاعتي. انا بحمص لها عيش في الفرن. اي عيش بقى عندك قديم او جديد او بتاع، بجهز العيش وابدا اقطعه بقى كده، كسره. وتجهزي طبعا على قد العدد اللي هياكل. احلى فتة كوارع كلتها في حياتي كانت المرة دي بصراحة، يعني كانت احلى مرة عملت فيها فتة كوارع، احلى من كل مرة. يعني مش عارفة ليه بصراحة، بس كانت حلوة جدا. يمكن عشان كنت مزودة فيها الشطة شوية، بتبقى طبعا طعمها حلو جدا جدا. الكوارع الفتة بنحتاج لها، انا بحب الفتة جدا مع الرز الابيض. هنبدأ بقى نجهز الصلصة بتاعتنا الاول. نجهز الصلصات كده والرز، ونشوف هنكمل هنعمل ايه. هنجهز بقى اول حاجة الصلصة اللي هعمل بيها الكرشة. هحط كده الصلصة واحط الثوم. طبعا الصلصة بتاعت الكرشة مش بحط لها خل، بحط الصلصة والثوم بس. وهحط بقى معلقة هريسة شطة كده، هتدي طعم حلو جدا برضو للكرشة، مش كتير يعني. حطيت برضو كزبرة. الثوم بحب احط معاه كزبرة، واحط سنة هريسة شطة صغيرة، وهحط صلصة، وهقلبهم كده، وهنزل عليهم بعصير الطماطم دي بتاعه الكرشه، واللي هاخد منها احط على وش الكوارع كده، نديها وش في الفرن كده. تمام. حطيت الطماطم على قد الكرش. طبعا الكرشه محبش ازود فيها الطماطم قوي، لان كده كده مش بتتاكل. اللي بتتاكل الكرشه، يعني كده كده في فته وبتاع، فما فيش مش فيه رز يعني، فهياكلوا بالشرب بالطماطم بتاعه الرز. تمام كده. هبدأ بقى احط التوابل: كمون، فلفل، 7 بهارات. برضو حطي سنة قرفة بتفرق جدا، وطبعا هريسة الشطة بتفرق جدا. وطبعا هتحطي الملح وتقلبي كويس جدا. لو عايزة تحطي مكعب مرق الدجاج برضو هيبقى حلو جدا معاها. كده تمام. هنسيبها بقى تغلي وتتظبط كده وتتسبك براحتها، عشان لما الكرشة بتاعتي تستوي على الاخر، تستوي على الاخر، هحطها فيها. هبدأ بقى اجهز دلوقتي الصلصة بتاعت الفتة. هحط زيت، واحط لو عايزة تعمليها بسمنة اعمليها، بس انا بحب عشان بقى الكوارع وبتبقى تقيلة وكده، فزيت وخلاص يعني. هحط بقى حبة توم كده حلوين، وتحطي طبعا كزبرة. بعد كده ما التوم بتاعك بقى يستوي كده ويتحمر ويبقى زي الفل كده، اول ما يتحمر كده وتشمي ريحته، تكوني مجهزة خل وهتطشي التوم ده بالخل زي ما انت شايفه كده. نقعد نقلب فيه كل شويه عشان ما يتحرقش من الجناب وما يبقاش استوى من النص، فايدك تبقى في الحاجه على طول عشان الحاجه تستوي كويس. ما تنسيش بقى هنا معلقه هريسه الشطه. هريسه الشطه انا عامله لها فيديو، روحوا شوفوها، تحفه، زي اللي بنشتريها من المحلات بالظبط، اللي هي الشركات. تحطي بقى هريسه الشطه معلقه كده او نص معلقه، حسب بقى انتوا بتحبوا شطه او لا. انا كنت عامله للي بيحب شطه الفته، واللي ما بيحبش الشطه كنت عامله لهم برضو طبق من غير شطه. بس كده. اول بقى ما تبدا تاخد وتدي مع بعضها كده، هنزل بالخل. اهم حاجه برضو ايدك فيها على طول، لان هرسه الشطه برضو عباره عن فلفل وزيت وخل وحاجات كده، فبتاخد من السوا. بس تقلبي بقى كويس وتنزلي بالخل. انا حطيت خل اهو، حطيت حوالي ربع كوبايه. واول ما يبدا يغلي كده برضو هنزل بصلصه طماطم، وبعدين هنزل بالطماطم اللي ضربتها في الخلاط. حطيت معلقه صلصه بس، وهبدا بقى انزل بصلصه الطماطم اللي جهزتها في الخلاط. بس كده. هنقلبها تقلبتين ونحط التوابل بتاعتنا: ملح، فلفل، كمون، 7 بهارات، عايزه رشه قرفه، عايزه رشه كمون. وتقلبي بقى تقلبتين كده وتسيبيها تتسبك مع نفسها. وفي طبعا خطوه حلوه جدا بعملها للفته هتعجبكم ان شاء الله. بصوا، حطيت القرفه اهو كمان، وحطيت سنه شطه عشان الشطه تبقى جامده فيها كده. عشان كده قلت لكم كانت احلى مره عملت فيها كوارع. الكوارع بقى بتاعتنا هنبص عليها دلوقتي. الكوارع بتاعتنا استوت وتقريبا ايه خلاص يعني كانت داخله خلاص في السوا.
هنشوف بقى الكوارع كده. بصوا الشوربه قصرت ازاي، وحطيت بقى الملح هنا، كانت خلاص فاضل لها سنه صغنونه خالص ونطفي عليها. فحطيت بقى الملح، حطيت الكمون، حطيت فلفل اسمر، حطيت سنه قرفه، حطيت حبهان ورق لورا مطحون. وهنقلب بقى وندوق الشوربه. برضو اول مره اشرب فيها شوربه كوارع في حياتي، كنتش بشرب شوربه الكوارع خالص، كنت بعملها على قد ما اعملها ما اشربش شوربه كوارع. وحطيت كمان حطيت كزبره. هنقلب بقى كده زي ما انتم شايفين. دقت كده شوربه الكوارع لاول مره في حياتي. وبصوا انا كنت عايزه اوريكم ان هي بتتقطع بسهوله. بصوا بصوا بسهوله خالص، هي كانت سخنه جدا يعني، كنتش لسه طفيت عليها اصلا. بصوا اتقطعت بالمعلقه بكل سهوله ازاي. خدتها دقتها كده كان طعمها روعه. بس طبعا انا بحب بقى احط التاتش بتاعي. ما بحبش اكل الشوارع في الكوارع في شوربه كده، بس بحب احطها كده في بايركس او في صينيه او اي حاجه، واحط عليها من الصلصه اللي انا عاملاها للفته، واحطها على وش الكوارع كده وادخلها الفرن تاخد وش بس وبتطلع. التلزيقه اللي بتبقى فيها دي بتبقى خفيفه جدا جدا جدا، تكاد تكون منعدمه يعني. ايه اللغه العربيه اللي انا بتكلمها دي؟ ما علينا. بتبقى مش موجوده تقريبا، بتبقى حلوه جدا، طعمها بيبقى رائع. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا 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 ان شاء الله باذن الله. هبدا بقى في الوقت ده اجهز الصلصه بتاعت الفته. الصلصه بتاعت الفته انتوا طبعا شفتوا عملتها ازاي. باجي في الوقت ده بقى اكون مجهزه حبه شوربه كوارع كده، واقوم دلقاهم على الصلصه. انا طبعا شلت حبه من الصلصه علشان احطهم على وش الفته. تمام كده، هخليها تغلي بقى غلوتين كده تمام التمام، وبعدين اخدهم نحطهم على العيش بتاعنا ونسيب العيش يتشرب. في ناس بتحب العيش مقرمش، انا بحب عيش الفته يكون طري مع الرز كده، عشان مش وانا باكل الاقي حاجات بتقرقش. في ناس بيحبوها كده. هي طبعا الاكل اذواق، لولا اختلاف الاراء لبارت السلع. تمام، انا حطيت كده الشوربه، هسيبها بقى تتشرب كده مع نفسها شويه. وبعدين هكون مجهزه رز ابيض. رز ابيض بنعمله ازاي؟ لان انا صورته والله بس مش عارفه راح فين. معلقه سمنه، معلقه زيت، تكوني غاسله الرز، تحطي الرز يتشوح كويس جدا، تحطي الميه يتشرب، تحطي كمان ملح مع الرز وهو بتشوحيه، وتحطي الميه ويغلي، توطي عليه، وخلاص رز ابيض مفلفل زي الفل اهو. تمام تمام. بنرص بقى الرز على وش الفته كده، على وش العيش، وبعدين الصلصه على وش الفته بتاعتنا. عايزه تحطي بقى حتت كوارع جوه الفته تمام، عايزه تحطي على الوش تمام التمام براحتك خالص. فانا بقى عشان حطيت الكوارع في البايركس فخلاص تمام قوي كده، فحطيت الفته لوحدها وحطيت الكوارع لوحدها. بس كده الطبق بتاعنا جاهز. يارا بقى في جنب كده كانت بتجهز طبق تاني اللي من غير شطه. وحطيت بقى الصلصه على الوش، حاجه برضو خفيفه كده، واللي كان عايز بيحط قدامه او كده من الصلصه وياكل. بس انا ما كانش فيه كمان صلصه تاني، فكنت حاطه بسيط كده يعني على الوش. بس كده الاكل بتاعنا جهز. الكرشه بقى هنشوف الكرشه بتاعتنا عملنا فيها ايه. كانت بقى الصلصه خلاص بتاعت الكرشه غليت، حطيت بقى الكرشه زي ما انتوا شفتوا كده. هنقلب بقى التقلبتين الحلوين بتوعنا. الكرشه بتاعتنا تقعد تقريبا من 10 دقايق لربع ساعه في الصلصه. هي طبعا مستويه خلاص يعني، خلاص استوت حلو جدا. هنحطها بقى عشان تشرب بس الصلصه كده، وتاخد طعم الثوم ونكهه والطماطم وبتاع، وتبقى حلوه. وطبعا الصلصه بتاعتنا فيها ملح، فلفل، كمون، كزبره، رشه قرفه، حبهان ولورا مطحون. بس كده. ونشوف بقى دلوقتي الاكل بتاعنا بقى بعد ما جهز. الكوارع بصوا شكلها عامل ازاي، تحفه. رشه بقى الخضره اللي على الوش دي طبعا بتفرق في التقديم. وطبق الفته الجامد بتاعنا، وكمان الكرشه طالعه. بصوا بتوحوح كده نار يعني، البخار لسه طالع منها كده وجميل. صدقوا جعت. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، وينعاد علينا وعليكم بالخير ان شاء الله. استنوني بقى في فيديوهات كتير ان شاء الله الفتره الجايه هقرفكم. يلا كل سنه وانتم طيبين، سلام عليكم.